اشتغل مع يوسف شاهين وشادي عبد السلام، مخرج البسطاء اللي قدر في مدة قصيرة جدا ان هو يدخل في تاريخ السينما المصرية، واكتر مخرج اتطلب مني اعمل حلقة عنه. النهاردة هنتكلم عن عاطف الطيب. في جزيرة الشورانية في مركز المراغة في محافظة سوهاج، وتحديدا في يوم 26 ديسمبر 1947 اتولد عاطف الطيب، ونشأ كطفل بيحب التمثيل وحلمه يكون نجم سينمائي. في الإعدادية كان بيروح السينما كتير، ولاحظ إن أكيد ورا التمثيل ده كله، ورا الفيلم ده كله، في شخص بيحرك الناس دي كلها، شخص غير الممثلين. وفضل السؤال ده يدور في دماغه لحد ما مدرس اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية جاوبه على السؤال ده وعرفه يعني إيه مخرج سينمائي، وإن هو العمود الفقري للعمل السينمائي بالكامل. وساعتها قرر عاطف الطيب انه يكون مخرج سينمائي. كان اثناء دراسته بيشتغل صبي ترزي، يعني صبي خياط، وحبه للسينما وشغفه الشديد بيها خلاه يفشل في انه يدخل اي جامعة، فانتقل مع والده للقاهرة، وتحديدا في حي باب الشعرية، ودخل المعهد العالي للسينما وتحديدا قسم الإخراج. أثناء الدراسة كان بيشتغل مساعد للمخرج الكبير مدحت بكير، وبعد التخرج بتقدير جيد جدا سنة 1970 دخل الجيش، وقعد في الجيش من 71 لحد 75. طبعا شهد حرب أكتوبر سنة 73، وفي أجازاته وأثناء الفترة دي كان أخرج فيلم قصير اسمه جريدة الصباح من إنتاج المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة. الفترة دي كانت فترة تكوين ذهني بالنسبة له، فكان بيتفرج على أفلام على قد ما يقدر، وكان أحيانا بيتفرج على 4 أفلام في اليوم، وكان مشارك في نوادي للسينما، والمناقشات اللي فيها فادته جدا. علاقته كانت جيدة جدا بالمخرج الكبير شادي عبد السلام، فاشترك معاه كمساعد مخرج في فيلم جيوش الشمس سنة 1973. وطبعا الفيلم كان بيتكلم عن حرب أكتوبر. وبعدها عمل فيلم قصير اسمه المقايضة. استمر في العمل كمساعد مخرج في عدة أفلام، وبعدها اشتغل في مجموعة من الأفلام الأجنبية اللي اتصورت في مصر، زي فيلم جيمس بوند ذا سباي هو لافد مي، وفيلم ميردر اون ذا نايل. وفي 79 اشتغل مساعد للمخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم اسكندرية ليه. خبرته كمساعد مخرج في كل الافلام دي وطول السنين دي ساعدته انه يتعلم الاحترافية العالية والاتقان والدقة. وفي 1982 بدأ يشتغل على اول فيلم روائي ليه، الغيرة القاتلة، وهو فيلم عن الغيرة بين الاصدقاء، وكان من بطولة نور الشريف ويحيى الفخراني، وهو فيلم مقتبس عن قصة عطيل لشكسبير. لحقها على طول بالفيلم الرائع سواق الأتوبيس، واللي بيحكي قصة عن سواق أتوبيس اسمه حسين بيقوم بدوره الفنان نور الشريف. والفيلم أصبح واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، ده غير قائمة كبيرة من الجوائز من كذا دولة في العالم. وتم اختياره رقم 33 في أفضل 100 فيلم عربي، و8 في أفضل 100 فيلم مصري. الفيلم ما كانش مجرد دراما حزينة وواقعية، الفيلم كان فلسفي جدا وسياسي. بعد النجاح ده كله بسنتين عمل فيلم التخشيبة عن طبيبة بتتعرض لحادث بيغير حياتها بالكامل، وبرضه كان فيه تركيز على النكهة السياسية للفيلم ده غير الواقعية. عمل بعدها أفلام زي الزمار سنة 85، ملف في الآداب 86، والحب فوق هضبة الهرم 86. والفيلم ده كان من بطولة الفنان أحمد زكي، وهو فيلم عن صعوبة الجواز ومتطلباته الكتير ماديا واجتماعيا. في نفس السنة دي اللي عمل فيها أصلا فيلمين، ختمها بفيلم ثالث وهو فيلم البريء، واللي بيحكي القصة المأساوية لأحمد سبع الليل. النسخة الأصلية للفيلم ده فضلت ممنوعة بأمر من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الثقافة لمدة 19 سنة قبل ما يتم السماح بعرضها، وده بيعود بشكل كبير لنهاية الفيلم الأصلية اللي كانت مدتها تقريبا 6 دقايق. ده المشهد اللي كان عليه المشاكل وكان دموي جدا جدا. والفيلم رقم 28 في أفضل 100 فيلم مصري، و40 في أفضل 100 فيلم عربي، وحصل على جوائز كتير جوه وبره. بيكمل بقى طريقته في إن هو يضغط نفسه في إنه يعمل أفلام كتير في سنة واحدة، فبيجي في سنة 87 يعمل 3 أفلام: ضربة معلم وده فيلم أكشن، البدرون وده فيلم تشويق، أبناء وقتلة وده فيلم جريمة. في سنة 88 عمل فيلم الدنيا على جناح يمامة من بطولة محمود عبد العزيز وميرفت أمين، وده فيلم كوميدي. ولحقوا السنة اللي بعدها بفيلمين: كتيبة الإعدام وهو فيلم أكشن ودراما سياسية، وقلب الليل وده فيلم بيتكلم عن الصراعات الداخلية والعائلية للبشر. في 89 عمل تحفته الهروب مع الفنان الكبير أحمد زكي، واللي بيحكي قصة منتصر وصراعه مع 3 شخصيات مهمة جدا بيحولوه لسفاح
عشان يوصلوا لأهدافهم، وهو مقتبس عن رواية الكونت دي مونت كريستو للكاتب ألكسندر دوما. غاب شوية ورجع في 92 عمل برضه 3 أفلام، كل واحد فيهم في اتجاه مختلف تماما زي كل مرة. ناجي العلي، واللي بيحكي قصة رسام الكاريكاتير والفنان الفلسطيني ناجي العلي، وبيسترجع فيه محطات من حياته، وكان مشروع شغف للفنان الكبير نور الشريف اللي كمان شارك في إنتاجه. وطبعا الفيلم اتهاجم من الصحافة لموقفه السياسي اللاذع. بعدها عمل واحدة من تحفه ضد الحكومة للفنان الكبير أحمد زكي، واللي بيركز على الفساد في الدولة وفي الناس، وهنا أحمد زكي بيقوم بدور المحامي مصطفى خلف. الفيلم كان مقتبس عن مجموعة من الحكايات الحقيقية والقصص اللي سمعها عاطف الطيب في حياته وحكاها له واحد صديق ليه، كانت عن 2 محامين، واحد طيب والتاني شرير. ولكن عاطف الطيب قرر هنا ان هو يجمع الشخصيتين في شخص واحد بس، وبرغم ان الكل قال له ان الفيلم ده هيفشل، الا ان هو قرر انه يثق في رؤيته ويكمل الفيلم، والفيلم فعلا نجح. عمل بعدها افلام زي دماء على الاسفلت، انذار بالطاعة، كشف المستور، وليلة ساخنة، واللي بيحكي قصة سواق تاكسي بيحاول يجمع فلوس عشان يعمل عملية لحماته. عاطف الطيب عانى طول حياته من الحمى الروماتيزمية، ولم يتم علاجها بشكل جيد نظرا لتدني المستوى الرعاية الطبية في مسقط رأسه في المراغة، وده سبب له أزمة كبيرة في القلب، وبعده مرض السكر. ده غير انه زي ما شفنا كان بيضغط على نفسه جدا في الشغل، شغفه بالسينما كان عمياء عن صحته تماما، فكان بيشتغل كتير جدا طول الوقت، وبيعمل بالفيلم والفيلمين والتلاتة كل سنة. عرضت عليه الدولة المصرية انه يسافر يتعالج بره على حساب الدولة، ولكنه رفض، لانه كان شايف ان الفقراء والمهمشين اللي هو بيعمل افلام عنهم اولى بالفلوس دي واولى ان هم يتعالجوا. وعمل العملية دي في مصر، وللأسف حصل خطأ طبي اثناء العملية، وفي 23 يونيو 1995 توفي عاطف الطيب عن عمر 47 سنة. وآخر أعماله كان جبر الخواطر مع الفنانة شريهان، واللي ما قدرش ان هو يكمله بسبب مرضه وتوفى قبل ما يخلصه. عاطف الطيب كان شغله الشاغل في السينما هم الفقراء والمهمشين. نظرته كانت بتتلخص في القهر والتمرد عليه، في ظلم المجتمع والحكومة والسلطة ورفض الفرد لده ومقاومته. عاطف الطيب كان مخلص للناس اللي بيشتغل معاها، كان عادة بيعمل مع الشخص الواحد كذا فيلم، واشتغل مع مجموعة من أهم الكتاب زي وحيد حامد 5 أفلام، بشير الديك 4 أفلام، أسامة أنور عكاشة 2 فيلمين، ومصطفى محرم 3 أفلام. وزي ما كان مخلص لكتابه كان مخلص برضه لأبطال أفلامه والممثلين بتوعه، وخصوصا النجم نور الشريف اللي عمل معاه 9 أفلام، والفنان أحمد زكي 5 أفلام، ده غير باقي فريق العمل الكبير بتاعه زي مدير التصوير العملاق سعيد الشيمي واللي عمل معاه 8 أفلام، والمونتيرة نادية شكري اللي عمل معاها 10 أفلام. عاطف الطيب له 3 أفلام في قائمة أحسن 100 فيلم مصري: سواق الأتوبيس، حب فوق هضبة الهرم، والبريء. عاطف الطيب كان بيبص للتمرد مش على انه فعل بطولي، كان بيبص له على انه نهاية حتمية للقهر. عاطف الطيب عمل كل اشكال الافلام، وبالنسبة لانه اشتغل 15 سنة بس في السينما، وده رقم قليل جدا في اعمار السينمائيين، كتير منهم كان مساعد مخرج اصلا، الا انه ساب بصمة عملاقة جدا بافلامه الناجحة نقديا وجماهيريا. مفيش بيت في مصر، مفيش اب او ام في مصر مش عارفين مين هو عاطف الطيب، او مفيش حد من جيلي على الاقل ما شافش فيلم العاطف الطيب وهو صغير او هو شاب وتأثر بيه. عاطف الطيب كان همه الانسان وما يخصه من موضوعات، وخصوصا الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. كان شايف ان الفنان شاهد على عصره بلا تزييف او تشويه، ما كانش مهتم بالكادرات الجميلة او نظرة فنية زايدة، وده ادى لتباين في مستوى افلامه. في ناس كتير بتشوف افلام مختلفة لعاطف الطيب وما تعرفش ان هو نفس المخرج، لانه ما كانش مهتم ان هو يسيب بصمة صورية على الفيلم، ما كانش مهتم انه يسيب اسلوب الناس تقلده او تتكلم عنه، وكان عايز الناس تتكلم عن الحدوتة واللي فيها. العامل المشترك بين كل افلام عاطف الطيب انه كان صادق جدا في رؤيته، كان مخرج موضوع مش شكل ومنظر، كان صاحب رسالة. معظم افلام عاطف الطيب بتدور في نفس الزمان وفي نفس المكان، في نفس الحقبة تقريبا، ما عدا فيلمين: الزمار والبريء، لان قصتهم تنفع لكل زمان ولكل مكان. سينما عاطف الطيب كان اغلبها في الشارع، وسط الناس الحقيقية، وسط الناس العادية، في المدينة وفي القرية. عدم اهتمام عاطف الطيب بتكويناته الجمالية أو الصورية ما كانتش ضعف في قدراته التقنية، بالعكس تماما. عاطف الطيب كان متمكن جدا تقنيا، اشتغل على أفلام أجنبية وعلى أفلام عربية، ولكنه كان بيخاطب أبسط العقول، فكان كل همه إن كل اللي ورا الكاميرا بيخدم القصة بأبسط ما يكون عشان توصل للمشاهد بأصدق طريقة ممكن. كان مخرج متحرك الفكر والأسلوب،
عاطف الطيب أخد سنين يتعلم من الكبار بصبر وبهدوء وبدون كلل أو ملل. أخد السلم من تحت لحد ما وصل لدرجة من الاحترام والتقدير خلته في مكانة فريدة جدا في السينما المصرية والعربية. أفلام عاطف الطيب بجانب تركيزها على الصدق والواقعية كانت بترتكز على أداء الممثلين، فطلع لنا أدوار تاريخية زي أحمد زكي في البريء في ضد الحكومة. عاطف الطيب أخرج في حياته مسلسل تلفزيوني واحد بس وهو بنات زينب من بطولة عبلة كامل، وأخرج 2 فيديو كليب موسيقيين، كتبتلك للفنانة لطيفة وشنطة سفر للفنانة أنغام. كان حلم حياته إنه يعمل فيلم عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكنه توفى قبل ما يعمل المهمة دي. عاطف الطيب ما كانش ليه مسيرة سينمائية طويلة مقارنة بأقرانه، ولكنه في المسيرة القصيرة جدا دي كرس حياته بالكامل للسينما فأنهكته، اداها كل ما عنده. أفلامه كانت الصوت وسط السكوت، كان بيحارب عكس التيار. عاطف الطيب كان بيحب السينما فحبته. الراجل الطيب عاطف الطيب مات، ولكن سيرته وأفلامه هيفضلوا في ذاكرة المهمشين والبسطاء والطيبين والأشرار، العادلين والظالمين، الأغنياء والفقراء للأبد. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.